اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم أجمل الترحيب وأن أعبر عن امتناني لتلبيتكم دعوتنا في أمسية شعرية من أمسيات حلب الغالية. حلب حديقة الأدب، حيث تتظلل الكلمة في في أشجارها وتغرد العصافير أسمى المعاني بين أكمامها، ويطفو السحر فوقها غيمة تنشر السحر عبر الأثير. باسم الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون وباسم مديرية الثقافة في حلب أرحب بكم أجمل ترحيب في أماسينا الأدبية واحد، التي تأتي ضمن فعاليات برنامجنا الثقافي الذي نقيمه بالتعاون مع مديرية الثقافة في حلب للعام 17 على التوالي. واسمحوا لي أن أدعو المشاركين في هذه الأمسية. شاعر وثقت قصائده مرحلة صعبة مر بها الوطن، صورت قصائده الصمود والرحيل والدمار والإصرار على إعادة الأعمار والبناء، صورت الفرح والألم والحب والضغينة، صورت الجراح وهي تنزف وأرواح الشهداء وهي تزف إلى السماء. ذهب بقصائده في رحلة بلغت السماء في أعاليها والأرض في أهوالها. كتب الرسول والربيعية والحدود والعائلة والغفار ومن أنا والأم، وفي معظمها مزج بين الوطن والألفة ولخص ذلك بقوله: عشقت الوطن في امرأة وعشقت المرأة في وطن. له إصدارات ودواوين عدة، منها قصائد بلا حجاب، أحمر الشفاه، الرسم بالألوان، النساء، الربيعية، أبواب موصدة. عضو في الجمعية العربية المتحدة وله مشاركات عدة في برنامجها الثقافي. رحبوا معي بالشاعر الدكتور جهاد صفاري. سألوا العز بيتك وين؟ سألوا العز بيتك وين؟ قال لهم حلب نور العين. سألوا العز بيتك وين؟ قال لهم حلب نور العين. على أرضها عشنا أحرار وعهد علينا نوفي الدين. سألوا العز بيتك وين؟ قال لهم حلب نور العين. على أرضها عشنا أحرار وعهد علينا نوفي الدين. أرضك منبت للأبطال مروية عزم وإصرار، صمودك عمره ما بينطال يا حلب يا نور العين. حلب يم الجدايل يم الشهداء الأصايل، يسلم لي الصوت القايل يا حلب يا نور العين. حلب جوا العين. بداية لابد أن أعبر عن سعادتي وأنا أعانق طين الوطن بعد غياب. أصافح الرجال منكم، أشد على أيديكم. أما النساء فللنساء شؤون وأشجان تبدأ باعتذار كبير. أقول لهن: عفوا أيتها النساء، عفوا أيتها النساء، عفوا فأنا لا أصافح النساء. عفوا أيتها النساء، عفوا أنا لا أصافح النساء، ولا أنظر إلى عيونهن تضيء كالنجوم في السماء. أنا لا أسترق السمع إلى أحاديثهن، ولا أطرب لضحكاتهن، ولا أجد للقلب فيهن شفاء. أنا لا أكتب كلمات الشعر والغزل لأجذب الحسناوات منهن، يسكن قلبا يعشق الجمال والبهاء. أنا لا أنسج من شعورهن خيمة لأسكن إليها كل مساء.
أنا لا أعزف على أجسادهن لحن الحياة والوفاء. قصيدتي اليوم عصماء عصماء، لا تستعمل في معانيها المكر والخديعة والدهاء. قصيدتي تعلن عن نفسها بلا كذب ولا رياء. عفوا، أنا لا أصافح النساء ولكني أعشقهن في الخفاء. يعني معظم الحضور بيعرفني شخصيا، وفي جزء كبير بيعرفني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفي جزء ما بيعرفني، يمكن نلتقي أول مرة. لذلك رح أقول قصيدة بعنوان من أنا. من أنا؟ أنا مثل نهر يسير في مجراه، أنتم والأرض مبتغاه. أنا مثل نهر يسير في مجراه، أنتم والأرض مبتغاه. أنا مثل عصفور فر من سكناه، يطارد جناحيه في المرآة. مثل القلب ما أغناه، ينام قرير العين بما جناه. أنا مثل طفل يرسم رغيف الخبز على الجدار، يرسم ضوء الشمس على سقف النهار. أنا مثل طفل يرسم رغيف الخبز على الجدار، يرسم ضوء الشمس على سقف النهار. مثل امرأة حولها القهر إلى زهرة صبار. أنا مثل شروق أصابه الفتور، أنا شاعر يطارد الحروف على السطور. أنا ضحكة سقطت من فم الوجع، أنا ضحكة سقطت من فم الوجع، تقمصت شكل القصيدة، تبحث عن طريق للعبور إليكم دون أن تتعثر بانفجار أو يصدمها جدار. أيتها القصيدة كوني مهيئة لانبثاقك فجرا بين حشد من النسور. انتبهي لمخاطر الطريق إليهم، وأنت هشة تعبرين حقلا من الألغام. هناك عربات غريبة طائشة يمكن أن تأخذ الكلمة بعجلاتها من غير ندم، بينما تحاولين العودة بعقارب الساعة إلى الوراء. تعيدين إلى الأشجار ذاكرتها المكسوة بوفاء الكلاب والأصدقاء. تعيدين نضارة الصباح إلى الوجوه وروعة القمر في السماء. أيتها القصيدة ليس سهلا أن نكون ذلك الذي كناه. أيتها القصيدة ليس سهلا أن نكون ذلك الذي كناه، وكل شيء مصاب بالخواء. هناك ليل وحطب ونار يعدون في الخفاء. هناك نسيان قابل للاشتعال. هناك محو قلما يعلن عن نفسه. هناك نفاق يحاصر العقول، يبدد الذاكرة المترعة بالأحداث. لا شيء يبقى وكل حلم يمضي إلى المجهول. لم تعد الحياة معنا، لم نعد منها ولا هي منا. أهرب من قسوتها إليكم، أقف أمامكم، أقول لمن يهتم وكلماتي تحمل كل الهم. ليس سهلا أن أقول وكلماتي جرفتها أمطار وسيول إلى أرض غير ذات زرع، أصابتها بنوبة هذيان، الصمت والصرخة سيان. ماذا أقول وأرضنا تدوسها سنابك الخيول، جعلتها روحا
أمام أكاذيب الفصول تنتظر ضربة فأس تحولها إلى حطب في مدفأة أكول. لا تتعجب بيضة أخرى ويؤثث الطائر عشه من حجارة الغزاة. لا تتعجب بيضة أخرى ويؤثث الطائر عشه من حجارة الغزاة. على جناحيه يتخثر دم القصيدة، على جناحيه يتخثر دم القصيدة. لو تحصلنا جيدا لما تسرب البحر من قربتنا، لو تحصلنا جيدا لما تسرب البحر من قربتنا. وتحول الثدي إلى وحش كاسر يقطم لسان الرضيع. لو تحصلنا جيدا لما تسرب البحر من قربتنا، وتحول الثدي إلى وحش كاسر يقطم لسان الرضيع. يملأ فمه بسيل من الأفاعي، يقطم لسان الرضيع يملأ فمه بسيل من الأفاعي. ينتشي بالدم المتخثر على شفتيه. يسقط الثدي بكاء الرضيع على الأرض صريعا. يسقط الثدي على الأرض بكاء الرضيع على الأرض صريعا. كأنه جرس ضخم تتكفل بقرعه مجموعة من الموتى. كأنه مخرز يحفر في قلبي، وصوت ناي ينبعث من تابوته الملقى على قارعة الطريق. يحث الجياد النائمة في أقلام الشعراء على الصهيل. يحث الجياد النائمة في أقلام الشعراء على الصهيل قبل أن تشرخ السيول جدار البيت، ويتشظى صوت الحجر، وتصبح دماء الشهداء المبعثرة في الأنحاء ضحايا مؤامرة وقصر نظر. سأوقف القصيدة في منتصف الطريق وأقفز منها. سأوقف القصيدة في منتصف الطريق وأقفز منها. ألاحق قدمي الرقبتين في الفضاء تسوقني إلى حجارة البيت. أحط على حجارة البيت يغريني عناقها. أحط على حجارة البيت يغريني عناقها. أشعر بزفيرها يملأ صدري، وجراح قلبها تعصف بقلبي. يغريني عناقها. أشعر بزفيرها يملأ قلبي، وجراح وجدها تعصف بقلبي. أقول لها هل هذا دمك الماثل على قميصي؟ هل هذا دمك الماثل فوق قميصي؟ تنظر إلي بعيون منطفئة وجسد بارد، ومن شفتيها تتساقط الثلوج. تشير بيدها الذابلة أن أكمل القصيدة. تفر الرؤى من رأسي. ما عدت أقوى على الكتابة. كلما توغلت فيها تبدو صورة الهلع أكثر وضوحا. سأوقف القصيدة وأقفز منها. صورة الهلع أكثر وضوحا. تبدو صورة الهلع أكثر وضوحا. صورة الهلع أكثر وضوحا. صورة الهلع أكثر وضوحا. حبيبة تأخر عليها كثير، يعني أسبوع أسبوعين. اشتقت له. في أحد الليالي ما عاد تقدر، صارت تقول له مر بي قبل غمضة عين ورعشة شفتين. مر بي قبل غمضة عين ورعشة شفتين، قبل ثورة نهد وصرخة حاجبين، قبل منتصف الليل بشمعتين. مر بي قبل غمضة عين ورعشة شفتين، قبل ثورة نهد وصرخة حاجبين، قبل منتصف الليل بشمعتين. قبل أن يأتيني ملك الجن يأسرني بلمسة وعناق وقبلتين.
مر بي قبل أن ينشق القمر إلى نصفين ويظل دفء الشمس طريقه إلى قلبي ويحترق الشوق على هدوئي، قبل أن أتحول إلى برق ورعد وغيمتين تمطران حر اشتياقي على الخدين. مر بي قبل انفجار الكون على جسدي، املأ أنفاسك على وسادتي، أعدني طفلة أحبو إليك بضفيرتين، وعندما عشقتك لم أجد لقدمين، وجدت نفسي ملتحمة بك كما العين بين رمشين، كما العطر يفوح جنونه بين نهرين. مر بي قبل احتراقي بخطوتين، قبل جنون الساعة بصرختين، قبل أن تثور الثواني على الجدار وتضيء ليلتي شمس النهار. مر بي قبل احتراقي بخطوتين، قبل جنون الساعة بصرختين، قبل أن تثور الثواني على الجدار وتضيء ليلتي شمس النهار، قبل أن أذوب في مخدع وينوح غيابك في مضجع ويعصرني السهد بين قبضتين. مر بي قبل أن يهدأ ضجيجي وينطفئ شبق أجيجي وأرثي انتظاري بشهقة ودمعتين. مر بي قبل غمضة عين ورعشة شفتين، قبل ثورة نهر وصرخة حاجبين، قبل منتصف الليل بشمال. هلا يعني قبل ما أنهي بما أشرأك، الجو حار أرحمكم شوي، قبل ما أنهي بقصيدة ما أشرأك راح أقرأ لكم في كثير من عمرهم فوق 60. أنا ملاحظ لا ما في حدا ولا واحد، لأن هي قصيدة لأعمار فوق 60 بعنوان المشي. أستاذ بشير شعره شريف. ماضية هي الأيام، الكل في زحام، لا فرق بين عاشق وملام، بين قلب على عرش الحب أمير وآخر في سوق العشق صار ركام. ماضية هي الأيام، الكل في زحام، لا فرق بين عاشق وملام، بين قلب على عرش الحب أمير وآخر في سوق العشق صار ركام. لا فرق بين ضحك وبكاء، فرح زين الأرض أو وجع لون بالأسود زرقة السماء، كله على أرصفة العمر سواء. تتساقط أحلامي ميتة على جانبيها تنمو الجدران، أكفنها بحمائم بيضاء وريان، تفر واحدة منها إلى قلب، تجلو الصدأ المتهالك على جسدي، أتبع لمعان أساورها، أجر خلفي عربة محملة بالأوهام، وكأني أسير خلف جنون يقودني إلى حتفي، خلف أحلام عريقة في الهواء تبكيها رياح المشي، إنه لأمر عصيب. حطت في قلبي مثل فراشة ترفرف بجناحيها، حطت في قلبي مثل فراشة ترفرف بجناحيها ساعة المغيب، ملأته ببحر من الورود لا أقوى على العون فيه. كلما حاولت أن أدرك سحره تخور طواي، لا مفر من الاعتراف، وعشقها يتدفق من مسامات جلدي. سأسترد قلبي الذي نسيته هناك، يطلقه عاشقا يفر من فم الغمام. أغمض عيني لأراها، بين جفني يسكن وجهها، كأنه نهر من نخيل
يرقد في رأسي، يسلبني نبض قلبي وبأسي. أعاد إلى عمري صداي، صار بمقدوري التخلي عن عصاي وتحرير جسدي المليء بالثقوب. أروض خوفي من الظلام، أخبئ فيه أوجاع المشيب. إنه لأمر عصيب، إنه لأمر عصيب. ينتابني خوف رهيب، ما من فراشة تبعتها إلا وكان لها من الوجع نصيب. ما من فراشة تبعتها إلا وكان لها من الوجع نصيب. أضع رأسي على ذراعها الخلقة ولا أنام، كأن قامتي نخلة طريحة على حائط النسيان. كأن مشاعري كرة من الوهم أدحرجها وأركض خلفها، كأنني قادم على ظهر أغنية خبب ريقها لأقاسمها الغرام. أطلق يدي في الهواء، أطلق يدي في الهواء، ألوح للألم المتسرب من شقوق السنين. أحاول ردمها بخردة من الأحلام قبل أن يدفع الألم خطوط يدي من يوم ولادتي إلى فنجان قهوتي. يكشف صرير بكاء الدفين، يعري أوجاعي أمام حشد من المرايا يتوغل في قلبي، يفتح الباب على مصراعي، يحرر آلاف الفراشات المحترقة فيه. أغلق يدي قبل أن يكشف المزيد، يتسرب من بين أصابعي عجز المشي. إنه لأمر عصيب، إنه لأمر عصيب. في جعبة الكثير ولكن مني بما أجرأ. أترك شوية الحرارة للأستاذ محمد. إجا نعم خجلي ارتعشي بتلمسني. إجا بده يمشي، قالت له لا وين رايح؟ استنى شوي، اصبر علي. قالت له ما أجرأ. مددت يدي، حلم الندي تراجعت تمنعت، ما أجرأت ما أروعت. مددت يدي، حلم الندي تراجعت تمنعت، ما أجرأت ما أروعت. لا تنتظر، لا تستدر، ما زلت منك خائفة، ردود فعلي زائفة. أنا لك مهما حصل، حبك بقلبي قد اشتعل، طيفك يسكن مضجعي، همسك يضج بمسمعي، يجعل مني وردة ظمآنة تسعى إليك لتقترب. لا تقترب من خوفي هذا وتحترس. انتظر، لا تستدر، لن أقتلك، ستفوز بقلبي وتنتصر. انتظر، لن أقتلك، ستفوز بقلبي وتنتصر. ستعبر أرضي حالما، تزور كل محاسني وتلمس عطر مفاتني. بلقائك تحلو جنتي، ما أجرأك ما أروعك. أخضعتني، عريتني، أسعدتني، أضحكتني، ما أروعك. أخضعتني، عريتني، أسعدتني، أضحكتني، راقصتني، جعلت قلبي ينحني، همست بأذنك ضمني. اقترب، لا تبتعد، املأ كأسك من دمع عيني من فمي. اشربني اليوم واحترق، اقطف ثمار الغندرة واصنع من شهدي العنبرة. اليوم وجدت ضالتي، أعاد الضياء هالتي، اتركني بحضنك هائمة بين يديك نائمة. اقترب، لا تقترب، لا تحترس، أنا لك مهما حصل، حبك بقلبي قد اشتعل، ما أجرأك ما أروعك، ما أجرأك. أنا سعيد كثير فيكم، بس الجو بتحمل أكثر من بس بعد إذنك أستاذي، هي لا نحسد على هذه القعدة. يعني نقول وحدة جمال. تسمح مداخلات الجمهور بعدين. الفطام
يعني أول ما يتذكر على سنة الواحد إنه الأنثى عندها ولد فاطمة، هي الحقيقة فطام هي الوطن اللي تركناه قصرا في غير أوان. فقصيدة فطام تقول: أفطام قصري هو أم هجر بالتراضي؟ أفطام قصري هو أم هجر بالتراضي؟ الموت هني والحياة خالية الفاضي. المنطق: أفطام قصري هو أم هجر بالتراضي؟ الموت هني والحياة خالية الفاضي. أمذنب أنا واقف خلف دموعي متهم بحبك ونهداك أم القاضي؟ أمذنب أنا وقلبي منفي بين ضلوعي بعيد عنك تسألني أوجاعي عن يوم رجوعي؟ أمذنب أنا أعد خلف بكائي؟ أمذنب أنا أعد خلف بكائي تدفعني حاجتي إليك كأنها ظلي وذكراك مختبئة تحت ردائي؟ أرسم على أرض غريبة نهديك، أرسم على أرض غريبة نهديك، أرشف منهما وهما من الحب أواسي حنين. لو أني أقضم المسافة إليك بأسناني، لو أني أكتب لمن يعيدني إلى حضنك عنواني. أين أنت؟ أين أنت؟ أغريب يحتل مكاني، يسكن حجرك، يعصر نهدك، يشوه ملامح وجهي في عينيك. أين أنت؟ غريب يحتل مكاني، يسكن حجرك، يعصر نهدك، يشوه ملامح وجهي في عينيك. يسقط عباراته المهزومة فينا، يحجب ضوء القمر عن ليالينا. يمسح عن جبين الشمس أسامينا، يلون بالأسود حمرة خديك. أتلفت نحوك أرى ذئب المكائد متخفيا بين يديك. أنتزع صوت المشاية الفاصلة بيننا، أرسل أوجاعي بطرود إلى عالم يخدعنا. أنتزع صوت المشاية الفاصلة بيننا، أرسل أوجاعي بطرود إلى عالم يخدعنا. أعترض على فطامنا، أعترض على بكائنا، أعترض على ظلمنا. أمام سبيل إلى قبول اعتراضي، أمام سبيل إلى قبول اعتراضي. أفطام قصري هو أم هجر بالتراضي؟ أفطام قصري هو أم هجر بالتراضي؟ شكرا لكم، سعيد كثير سيدنا. إجازة في اللغة العربية، دبلوم التربية وعلم النفس. يكتب الشعر النثري والتفعيلة وله ديوانان، ويحضر للديوان الثالث بعنوان رهاب الأماكن العارية. له عدد من الأعمال المسرحية، شغل مدير سابق لدار الكتب الوطنية ومدير سابق للمركز الثقافي في هنان، عضو مجلس إدارة نادي شباب العروبة لأكثر من دورة، عضو في الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون، وله العديد من المشاركات في برنامجها الثقافي. رئيس مجلس محافظة حلب. رحبوا معي بالأديب الشاعر الأستاذ محمد تجاري. أسعد الله مساءكم جميعا. كل الشكر والتقدير لإتاحة هذه الفرصة للمشاركة، ويسعدني أن يكون هذا الكم من الأدباء النبلاء الكبار يستمعون لي. أتمنى من الله أن يلهمني ما يخفف وطأة الحر والمجيء في هذه الأجواء إلى هذا الكتب. شكرا لكم. يا فاطمة، أنت كأي مدينة مغرورة، يحق لك أن تصمتي أمام أسراب القبل التائهة بيننا. وأنا لست مثاليا بالحب، لكني أعرف أن المدن العصية على اللوح قد تكتب كلماتها كتبلة على الجبين، وكل
أن أحبك كأي امرأة من مقام الزيت وسلالة الدين، ستكون كلماتك زائقة، وسيكون اسمك حبلا سريا ممتدا بين ضفتين، وسأبدو غريقا في تساؤل العبور. وأنت يا فاطمة كأي امرأة تخشى تقلب الفصول، ستستريحين عند أول قصيدة من تعب الكلام، ستفكرين مليا بالانتحار غرقا، ولن يكون صعبا جدا أن تؤمني بي، لأنني سفينة مهترئة، لذلك ستركبين معي إذا طفح الماء، أيتها المرأة التي تحوي من كل نوع تغريدتين، ويخلق وجهها بابتسامات كثيرة. أسلجي لي كي لا ينتصر الماء على المجاديف، كي لا تبدو القصائد مراكب للعبور، وما إن نبتسم حتى تدير الكلمات ظهرها لنا، ولأنك امرأة مغرورة كما ينبغي لك، ستحاولين الموت بأقل الخسائر. وكحلول الوسطى أقترح أن نتورط بجريمة ما، فالمرء يتعب من البحث عن أصابعه وهو يفكر في قتل نفسه، وأنت كلما ابتسمت انكسر وجهك عن سر امرأة بالغة العتمة، ولأنك من فصيلة الدوال الناضجة جدا، فأنا سأخفي سرك عن كل العنب الذي تجاوز 40، وبكل أنقاضي وكلمات الهشة سأكون آيلا للسجود أمام عتباتك. يا فاطمة، حين كنت أتعثر بك في كل قصيدة وفي كل حارة، حيث كانت أحشائك تعج بالعطر المتناثر على ناصية الكلام، وحين اصطفاك قلبي لم أكن أتقن لغة المجاز، مضيت إلى كثرة وجودك أبتز عينيك لتبرق، كم يصفح الكلام بالمعاني المفضوحة. يا فاطمة، لمن كل هذا الحطام؟ أنا لم أعد أتسع سوى لحارة صغيرة ولقليل من الفقراء، حيث ينتفخ قلبي كرغيف خبز وأبكي مثل فرن قديم. يا فاطمة، تعالي نهزأ بالتاريخ، أنا أدغدغ حطامك وأنت تضحكين، تعالي أنا أصمت وأنت تعترفين. سامحينا يا فاطمة، لم نكن يوما كما تتمنين. يا فاطمة، سأخبرك أمرا وليكن سرا بيننا. الحب اختراع خطير قد يودي بالمرء إلى الفرح، والله جعله كالموت يقهر به العباد ويعجن قلوبهم البريئة، حيث هكذا في عمر 50 ينتابنا الحب متأخرا، حتى أن كل بنات أفكاري سيسعين للتخلص مني ويدسن السم في قصائدي كي يبدو فرحي بلون البكاء. وحيث أنك مدينة كبيرة، فما تزال شوارع عينيك توحي بأن ثمة دمعة كبيرة هناك كأنها قلعة أو متحف أو باب للفرج، وكل ما حولك يبدو بائسا، لكن الأمل فاكهة البائسين، ولا شيء مؤكد هنا سوى الموت. هكذا يدعي شيخ حارتنا ويخبرني أن أنفاسنا الاعتيادية معطوبة لكثرة الاستعمال، وأنا في 50 إلا بضعة. لكن يا فاطمة، أهلا أهلا. يا فاطمة، لا تكوني قاسية لدرجة اتهامي بالخيانة، فأنا لا أستطيع إلا أن أحبك من أول الحزن إلى آخر الفرح، فكيف لي أن أضم صوتي إلى صوتك والعيون تحرق بيدرك في كل مرة؟ قلبي عصفور صغير
وأنت حبة قمح كبيرة، فلا تخافي مني كثيرا يا فاطمة، فرغم كل الجراد هنا وكل الغربان سأكون فزاعة تحمي خصب روحك، وسأكون مضطرا في كل وقت أن أشتاق إليك، أن أميل عليك هكذا بيدين مستقيمتين دون عناق، حتى تعود الخراف في موعد المناجم وتغني البيادر نشيد الحصادين. يا فاطمة، لابد أن ألفت انتباهك إلى أنني متعثر في الكتابة حتى الآن، وهذه المدينة لا يمر فيها الصباح، حيث تختصر الأوقات فيها والكلمات اختصارا جزيلا. لابد للقهوة أن تأخذ موعدا آخر، ولفيروز كذلك أن تبحث عن وقت جديد، والكلمات عن صور مبتكرة، لا عصافير هنا ولا حقول، الفلاحات يستيقظن على وجع الظهيرة، حيث الشمس لا تشوي إلا وجوه العابرين. السنابل هنا لا ترقص على وقع صوت المناجم. لا شيء يوحي بأنك ما زلت على قيد الحياة يا فاطمة، سوى أنك في كل مرة تنظرين إلى المرآة وتحركين أطرافك ملوحة فتلوح المرآة لك. يا فاطمة، ما زلت أحلم أن أكون شاعرا، لكن هذه المدينة لا تمنحني الفرصة حتى للكتابة، فهي مشغولة بالبكاء، ولا تمنحني الفرصة للإيمان العميق. صلاة الجنازة وحدها التي تعطينا وثيقة الإيمان. يا فاطمة، أنت كأية امرأة فطنة وجميلة تتوقعين أن الشعراء غابون، لكني من هذه المدينة الحزينة ولم أتعلم الرواية بعد، وأنت امرأة مؤمنة وتعلمين أن تلك الأقانيم تصنع الرواية، لكن الصباح في هذه المدينة مات هاجرا وترك كل السنابل وفناجين القهوة وتركنا أيتاما. يا فاطمة، لا تخبري أحدا عن حبنا، لأن تكاليف الحب باهظة، والقلوب بوابات صغيرة لمدينة مثلك، وأنت ما زلت عذراء رغم يديك مرققتين بالحجر ودم البلوغ القديم على ساقيك، رغم كل الذين يحاولون اغتصابك، رغم الغبار والقطار، رغم رحمك المملوء بأحشاء الزجاج، رغم كل الذين يحاولون التفريق بيننا، لكنني أحبك وحدك هكذا بملء الإرادة. فيا خجلي منك يا فاطمة، معظمنا يحب امرأة ثانية، وأنت وحدك تحبين كل الرجال وحدهم فقط. يا فاطمة، أحبك هكذا دون أي مقدمات، والاعتراف بالحب فضيلة مثله مثل كل الذنوب، وكان ذنبي الوحيد أنني أحبك. فسلام لك يا فاطمة هذه الليلة وكل ليلة حتى مطلع الفجر. يا فاطمة، كأي صديق قديم يأتي الحزن بوجه بشوش إلى مدينتي، حيث لا مكان لنا على هذه الأرض. أجراس الأبواب خافتة جدا، لا يمسكك أحد، لا يفتح الباب لك أحد، والخائفون يا فاطمة يفتشون عن النوم في الفناء الخلفي للحياة. يأتي الحزن بوجه بشوش لأننا نحب السهر بلا ضوضاء، وهذه الأرض تطحن الفقراء، والطامعون يسرقون منا حتى السماء، ونعيم الغربان في الخرق صار خبرا اعتياديا، والجرذان يا فاطمة تقضم آخر حب بالغسيل وتنشر الرماد في آخر القمصان الوردية. يا فاطمة، هذا الحزن يأتي بوجه بشوش كي لا يكسر خاطرنا، والرجال هنا لا يبكون عادة، لكن في حلب تبكي الحجارة فيقص صوتنا جميعا بالبكاء. ونحن يا فاطمة كأي خطيئة وجدنا على هذه الأرض،
ولأننا نحب الحياة، ولأننا نحب الحياة حبا من طرف واحد، ولأننا نحب الحياة حبا من طرف واحد. يا فاطمة، هذا الحزن يأتي بوجه بشوش دائما، يأتي بوجه بشوش دائما. هي 20 صفحة. طبعا نترك للسادة الحضور فرصة المشاركة ببعض الأسئلة والمداخلات مع التقيد بالزمان لو سمحتم. فأي سؤال أو فكرة مختصرة مع جزيل الشكر والاحترام. أستاذ عبد القادر، تفضل. أي مشاركة، أي سؤال؟ ما من مشاركات؟ تمام. في الختام أشكر للشاعر الدكتور جهاد صباهي والأستاذ الأديب الشاعر محمد حجازي على مشاركتهما في أماسينا الأدبية واحد، كما أشكر لكم حضوركم على أمل اللقاء بكم في أمسيات قادمة في البرنامج الثقافي 18 الذي تستعد الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون لإطلاقه بالتعاون مع مديرية الثقافة. والسلام عليكم وشكرا جزيلا.